هو فيه ايه؟ الناس مالها مسروعة على الاكل كده ليه؟ والله يا اختي ما انا عارفة هما جايين يباركوا ولا جايين ياكلوا. عارفة انا لما هجوز ابني انا مش هعمل له فرح، انا هديله فلوس يسافر بيها هو ومراته. ما تعرفيش كده بنت كويسة واهلها ولاد حلال. اصل ابني بيدور على عروسة ورجليه حفيت من كتر التدوير. يا ريت مفيش. مش عارفة بنات اليومين دول عايزين يعيشوا حياتهم وشايلين خالص حكاية الجواز دي من دماغهم، معرفش ليه. بس تعرفي هو مش حاطط مواصفات معينة، يعني اي بنت كويسة وخلاص. نصيبه هيجيله لحد عنده، ما تقلقيش انت بس يا حبيبتي. ايه ده يا طن، انا شايفاكي مش عارفه تغرفي من كتر الزحمه وانت زي ماما. بص حضرتك روحي على الترابيزه وانا هجيب لك الاكل لحد عندك. احنا مش عايزين نتعبك معانا. تعبك راحه يا طن. هو انت بقى يا حلوة تبع العروسة ولا تبع العريس؟ لا انا صاحبه العروسه. ما قالولناش ان العروسة ليها اصحاب حلوة كده. شكلها كويس البنت دي، وبعدين انا مش شايفه في ايديها دبله ولا حاجه. اه والله جميلة قوي، بس يا رب ما تكونش مرتبطة بحد. طن انا جبتلك الاكل. متشكرة جدا يا حبيبتي. معلش بقى يا طن، انا هضطر اقعد معاكم على الترابيزه علشان محدش يضايقني. تنورينا تنورينا والله يا حبيبتي، انا حبيتك من اول ما شفتك. بجد يا طن؟ او النبي بجد. الحقيقة يا حبيبتي انت دخلت قلبي، وانا بصراحة كده بدور على عروسة لابني تكون قمر وحلوة كده زيي، وكنت عاوزاكي تتعرفي عليه. ايه ده يا طن؟ بجد انت فاجئتيني ومش عارفه اقول لحضرتك ايه. بس اذا كانت الطريقة دي مش عاجباكي يا حبيبتي خلاص بلاش. بلاش ايه؟ ها؟ لا قصدي ما اقدرش ارفض لك طلب يا طن. طب تعالي يا حبيبتي اما اعرفك على ابني. اهو هناك اهو. يا طاهر يا طاهر تعالى اتعرف على العروسة. انت اسمك طاهر؟ انت ما بتردش ليه؟ انت مكسوف؟ انا مش مكسوف، بس انا مش لاقي حاجه اقولها، اصل انا زهقت من كتر ما قابلت علايس. ايه في حاجه؟ لا مفيش، رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. المثل بيقول في العجله الندامه وفي التأني السلامه. وانت راكب العجله حصل فيك كده؟